اخطاء تسووها تقلل من نزول الوزن مالتكم وراح تضوجكم، لان الوزن مالتكم راح يثبت او بعد ما ينزل. شنو هاي الاخطاء؟ سعرات حراريه مخفيه. يعني شنو مخفيه؟ يعني مثلا اشرب كيس مال نسكافيه 3 في 1، اني شايفه صغير بالحجم، بس بداخله 400 سعره حراريه الى 350 سعره حراريه، وهذا الشيء غلط. عدم تناول كمية كافية من البروتين. انت خايف وتريد بس تضعف وينزل وزنك، شنو دا تسوي؟ ما دا تاكل احتياجك الكامل من البروتين، وهذا الشيء غلط. ضروري جدا تاخذ احتياجك الكامل. الاعتماد الكلي على التمارين اكثر من التغذية، وهذا الشيء غلط. بقانون الدايت والرجيم ضروري جدا تعتمدون على التغذية اكثر من التمرين. عدم شرب الماء بكمية كافية. اكو هوايه يخافون، يقول لك انا بس اشرب مي اسمن لان المي يسمن. غلط هذا الشيء، المي ما يسمن، بالعكس المي راح يفيدك بعمليه الايض الغذائي. اذا انت ما تشرب مي بصوره كافيه لجسمك وترطبه راح يثبت الوزن. النوم الغير كافي. ما انام يعني ماكو تخلص من السموم، يعني ماكو عمليه ايض غذائي. الافراط بالتمارين، يعني انا عبالي اتدرب هوايه راح احصل على نتائج هوايه، وهذا الشيء غلط. كل ما اتدرب هوايه كل ما يصعد الكورتيزول الجسمي ويعبيني دهن بعد اكثر. الاستعجال، لا تستعجل ولا تستعجلين ابد نهائي، لانه الدهون المتجمعه بجسمكم جبتوها على مدار كذا سنه، من المستحيل خلال شهر او 20 يوم تروح، وهذا الشيء غلط. ممكن تستخدمون مكملات التاليه: البروتين، الاحماض الامينيه، حوارق الدهون الفعليه المبنيه على اساس الاحماض الدهنيه والاحماض الامينيه اللي تساعدني على حرق الدهون، وبنفس الوقت ما ننسى الامينو والمالتي فيتامين. هذا الكلام موجه للجميع، وانت حسب الخطه اللي ماشي بيها بعد ممكن تستمر بالدايت والرجيم وراح تحبه، لانه سمعت النصائح وطبقتها وشفت نتائج كلش حلوه. ودائما انا اقول لك صح وياي افيدك.